تخيل تركب تاكسي وانت مطمن، وفجأة تلاقي السواق بيحود بيك في طريق مقطوع وسط مدافن، والضحكة على وشه بتتحول لشر صريح. في اللحظة دي قلبك بيقع في رجلك وبتعرف إن النهاية قربت. بس اللي حصل مع مارسيل في اليوم ده كسر كل القوانين وقلب الكابوس لمعجزة. أهلا بيكم في حكاية أغرب من الخيال، حكاية الضابط اللي ظهر من العدم. الحكاية بدأت لما السيدة مارسيل قررت تروح دير الشهيد أبو سفين في مصر القديمة. كانت رايحة تشكر ربنا بعد ما شفاها من ورم خطير، ومعاها الأشعات قبل وبعد الشفاء كدليل. ركبت تاكسي من المعادي وهي غريبة عن المنطقة، وصفت له الطريق، لكن السواق كان في دماغه نية تانية خالص. السواق عدى المكان وفجأة لقت نفسها في منطقة مهجورة، مدافن، لا صوت ولا حركة. السواق وقف ببرود وقال لها انزلي. صرخت فيه انزل فين؟ دي مدافن، انا وصفت لك المكان. رد بقسوة احنا عدينا المكان ده، انزلي هنا. وبدأ يمد ايده يشدها. الرعب شل حركتها، دموعها نزلت وصرخت من قلب مقهور. كده يا ابو سفين، انا جاي اشكرك في بيتك، تسيبني للراجل ده؟ وفي قمة الانهيار حصلت المعجزة. فجأة ضابط ظهر قدام التاكسي، محدش يعرف طلع منين. السواق اتلخبط، حاول يتحرك، بس الضابط وقف قدام العربية زي السد المنيع. الضابط راح ناحية الباب الخلفي عند مارسيل، وبصوت هادي وكله هيبة سألها مالك؟ خايفة ليه؟ قالت له وهي بتترعش عايزة دير أبو سفين. لمحت على صدره صليب جلد، قلبها هدي وقالت ده أكيد ربنا بعته. قال لها ما تخافيش، أنا عارف الدير، ما تخافيش. لف للسواق وقال له بلهجة ما تقبلش النقاش امشي من هنا حالا وتوصلها لحد باب الدير، سامع؟ لحد الباب. وهي بتشكره الضابط طبطب على العربية وقال لها جملة غريبة جدا: هحصلكم هناك وهتقضي يوم عمرك ما هتنسيه، وهتاخدي بركة كبيرة. التاكسي اتحرك، والسواق اللي كان وحش كاسر بقى زي الحمل الوديع. سألها بصوت مكسور هو مين أبو سفين ده؟ حكيت له قصتها. السواق بكى وقال لها أنا عندي بنت مريضة جدا، لازم أجيبها المكان ده. وصلها لحد باب الدير ودخل خد بركة ومشي. مارسيل دخلت الكنيسة، صلت وشكرت ربنا، وهي خارجة وقفت قدام أيقونة الشهيد أبو سفين. وهنا كانت الصدمة. الصورة اللي قدامها هي صورة الضابط اللي وقف التاكسي، نفس الملامح، نفس النظرة، نفس الحنان والقوة. ساعتها فهمت ده ما كانش ضابط عادي، ده كان أبو سفين بنفسه، نزل يلحقها قبل ما تضيع. ساعات بنفتكر إننا لوحدنا في الخطر، بس الحقيقة إن لينا حراس سهرانين علينا. اللي خلى شهيد ينزل ينجد ست غلبانة قادر ينجدك أنت كمان من أي دقيقة. لو ليك تجربة حسيت فيها بحماية ومعجزة إلهية، شاركنا قصتك في الكومنتات. شارك الفيديو دلوقتي عشان بركة أبو سفين توصل لكل اللي محتاجين تعزية. اطلب طلبة من القديس في التعليقات واكتب شفاعتك يا أبو سفين.